ضحيت عشانهم، ولما وقعت محدش منهم مديلي ايده. في ناس بتفتكر ان الطيبة ضعف والتضحية غباء، بس اللي داق الوجع من اقرب ناس هو بس اللي يعرف ان الطعنة مش دايما من عدو. تعالوا نشوف مع بعض القصة بتقول ايه، ودي قصة حقيقية على فكرة. انا الكبير في العيلة، من وانا عندي 16 سنة وانا شايل مسؤولية، بشتغل وبنقل واصرف واشيل اللي يوجع عشان اخواتي يكملوا تعليمهم، وامي ما تحتاجش لحد، وابويا ما يتذلش. ما فكرتش في نفسي ولا شبابي ولا لبس جديد، كل اللي كان هدفي ان البيت ده يفضل واقف ولو برجلي انا. كبرت بدري واتحملت فوق طاقتي، وكل مرة اقول ربنا يعوضني، وكل مرة استنى بس كلمة شكر، بس عمرها ما جيت في يوم تعبت حرفيا، جسمي وقع ونفسيتي اتدمرت وشكلي راح، وشغلي راح وفلوسي خلصت. قلت اكيد دلوقتي هيسندوني، دول اهلي. بس اللي حصل كل واحد عامل نفسه مش واخد باله، واللي كنت بوصله الجامعة ما ردش على مكالمتي، وامي قالت لي انت اللي كنت مصمم تشيل كل ده. وقفت ساعتها قدام المراية وسألت نفسي، انا ضحيت بعمر لمين؟ عشان مين؟ طيب فينهم دلوقتي؟ والإجابة كانوا معايا بس وأنا واقف، لكن وأنا واقع محدش بص وراه. بس والله العظيم أنا مسامحهم، بس مش هرجع أضحي تاني. اللي بيستاهل التضحية عمره ما هيسيبك لوحدك. مفيش وجع يساوي أبدا إنك تدي عمرك لحد يجي يوم تحتاجه يلف وشه عنك. حافظ على نفسك، واوعى تفضل تحرق في روحك عشان ناس مش هتشوفك اصلا، عشان ناس مش هتحس غير لما تطفي خالص. الطيبة مش ضعف على فكرة، بس الطيبة اللي مش في مكانها هتبهدلك قوي.